دلوقتي بس عرفت ليه؟ في ناس كتير قوي مش فاهمه الموضوع، وناس عارفه شويه معلومات صغيره، وناس مش عارفه ايه ده اصلا. انا هقول لك، لو جبنا شنطه كبيره وحطينا فيها كل املاكنا، احنا كده عملنا محفظه املاك، وبالتالي لو حاجه بتخسر يبقى عادي التانيه بتشيلها. دي بالظبط المحافظ العقاريه. ببساطه خالص المحافظ العقاريه ممكن تكون فيلا، شقه، وحده اداريه، محل تجاري، وكل ده يعتبر جزء من محفظتك. العقار عامل زي الذهب، قيمته مش بتقل. خساره العقار هنا ممكن سعره يثبت او يزيد حاجه بسيطه، او من الاول الاختيار بتاعنا كان غلط، اختيار المكان او المشروع او المستاجر متاخر عليا في الايجار. حتى في الحاله دي انا معايا في المحفظه حاجات تانية ممكن اقدر اكسب منها. المحافظ العقاريه من الحاجات اللي بتضمن لك فلوسك واستثمارك. ركز بقى عشان اقول لك تديرها ازاي وتكسب منها. دور على لوكيشن كويس ويكون حواليه خدمات، ومتوقع اسعار العقارات في المكان ده تزيد، واسال كويس واعرف عن البنيه التحتيه للمكان. وبلاش تشتري في نفس المشروع اكتر من واحده. حاول تنوع في المشاريع عشان تقلل عوامل الريسك، وبلاش تستعجل خالص عشان العقارات من انواع الاستثمار طويله الاجل، وبالتالي بتحتاج شويه صبر. ابدا بعقار او 2 أو 3 بالكتير، وبلاش تبدا باكتر من كده لحد ما يبقى عندك الخبره الكافيه ازاي تديرهم. وقبل كل ده لازم يكون عندك مستشارك العقاري اللي يعرف يوجهك صح، يعرف يختار معاك الفرصه الكويسه وينصحك، وكمان قادر يدير لك المحفظه ويكسبك ويأجرها لك.